في الحلقات اللي فاتت شفنا ازاي المنتجات بيتم اضافتها من الصفر على امازون. النهارده احنا عايزين نتكلم على صفات او ازاي المنتجات دي بتضاف. هل الاضافه عشوائيه؟ هل بندخل اي بيانات فقط؟ الحقيقه ان ده بيفرق ما بين شخص والتاني. خلينا نتخيل مع بعض كده ان في مثلا محلين جنب بعض بيبيعوا نفس المنتجات وبنفس السعر، بس احنا محتاجين ان ونفس السعر ونفس كل شيء. انت اوتوماتيك بتبدا تروح للي عارض حاجته بشكل افضل شويه، واللي حاطط تفاصيل اكتر، واللي مريحك في عمليه الشراء اكتر. ومن هنا بيجي فرق الليستنج او فرق اضافه المنتجات من شخص للتاني. في بعض الحاجات كده هم اتفقوا عليها عالميا، ان الحاجات دي او برمجه امازون مبنيه عليها بتخلي المنتجات اللي بتضاف بالشكل ده تظهر في الصفحات الاولى. منها مثلا ان عدد الصور اللي بيتم اضافتها لاي منتج لازم يكونوا 7 صور. 7 صور ليه؟ عشان تكون كافيه لرؤيه المنتج او لعرض كل مواصفات المنتج المتاحه للمشتري، ما يحتاجش يدخل كتير يقرا في الوصف قبل ما يدخل يشتري. وفي نقطه كمان مهمه، ان الصوره الرئيسيه او الاساسيه يفضل تكون خلفيتها بيضاء. خدوا بالكم لو الصوره اللي بيتم اضافتها فيها اي حاجه ثانيه غير الخلفيه البيضاء، او فيها كلمات، او فيها حاجه في الخلفيه، ممكن ما تتقبلش اصلا في امازون ويتم رفض الصوره الرئيسيه. ومن هنا لازم تبقى الخلفيه بيضاء.